السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم والمساء. هذه سلمكم الله قصة من القصص الاجتماعية، أرسلها لي صاحبها وهو شاب يعمل مهندس في إحدى الشركات المعروفة، يعني الشركات يقول المشهورة في مجالها في مدينة جدة. يقول أنا يوم سجلت في هذه الشركة وتوظفت فيها، طبعا مهندس هو، أخذت على نفسي يعني مو عهد، يعني قعدت يعني وضعت خطة على أني أتزوج بدون دين وبدون أقساط كذا. وبالفعل عملت على هذا المشروع، وصرت يعني أوفر من راتبي مبلغ معين كذا، بحيث أني حاط في بالي يعني خطة كذا بعد 5 سنوات إن شاء الله يتم الزواج. وبالفعل بعد 5 سنوات بديت يعني خطبت، أظن عقدت كذلك يقول، واستأجرت شقة وبديت أثثها وأنا مرتاح يعني على الرايق، يعني شوي شوي. لكن يقول سبحان الله في هذه الأثناء تفاجأ العالم كله بجائحة كورونا. فتواصلوا معنا الشركة وقالوا لا إن شاء الله ما في خوف على شركتنا، وإحنا يعني شركة طيبة لكن يكون العمل من البيت عن بعد، من بيوتكم تعملون. والله يقول اني خفت في البدايه شوي، لكن يقول مشى الحال. وانا اسمع بعض الشركات تسرح الموظفين وبعض كذا، وحصلت طبعا جائحه كورونا هذه اجتاحت العالم كله، وحصل فيها كساد وفي ناس خسرت. وعلى الجانب الاخر في ناس سبحان الله كتب لهم الله رزق في جائحه كورونا هذه، مثل التطبيقات اللي استحدثت في توصيل الطلبات ومدري وش وكذا، يعني كانت فتح لبعض الناس وكذا سبحان الله. الشاهد يقول ظلينا على هذا العمل عن بعد تقريبا 2-3 شهور. يقول ما عاد بقى على زواجي إلا فترة بسيطة، ويقع أمر ما كان في الحسبان. وقعت مشكلة بين الوالد والوالدة، طلق الوالد الوالدة على إثرها. أبوي يقول طلق أمي، كبار في السن لكن عاد الشيطان وطلق أمي. فخرجت أمي من البيت، قلت لها تعالي هذا بيتي يا أمي، أنا أثثته، ألا أنت الداخل وغيرك الخارج، الله يحييك. قالت والله ما أخذ بيت الناس، ولا أدخل في بيتك إلا بس مؤقت لين تشوف لي بيت. يا أمي قالت مرة الكلام وجاك، شوف لي بيت. طيب استأجرت لأمي بيت وأثثت لها ونقلتهم، وصارت الأعباء علي كبيرة، وبدأت الميزانية تختل. أنا حاط ميزانية معينة وترتيب معين على إن زواجي خلاص بقي له يعني أيام معدودة يعني. لكن قلت لعل في الأمر خيرة، هو اللي عند الوالدة ما هو خسارة. وبعدين يقول أيام كورونا كانت الزواجات مختصرة يعني، وهذا الشيء كان مشجعني يعني، ما كان في إقامة أفراح ولا كان في صلاة ولا كان في كذا، وكانت الأمور مختصرة، وهذا الشيء جاء في صالحي. يقول وقبل الزواج تقريبا بأسبوعين يعني مو الخميس الجاي زواجي، لا اللي بعده، واتفاجأ برسالة من الشركة بأنه تم تسريح الموظفين وأنا واحد منهم، وعليكم بالقدوم للشركة تسليم العهد وكذا. نزل الخبر عليك الصاعقة. يا الله، أنا ألقاها يقول من وين ولا من وين. أنا دحين ابتليت بطلاق أمي، وبإني تحملت مسؤولية هنا، وبيتي هنا، وخلاص زواجي بعد أسبوعين، وأصبح بلا عمل. طيب قول إني تزوجت، كيف أصرف على نفسي وعلى زوجتي وأولادي؟ مصيبة. يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فسقط في يدي. موعدنا مع الشركة يوم الخميس نسلم العهد. يقول حنا تقريبا يوم الأحد على الكلام هذا، يقول السبت الأحد. فيقول والله ظليت أطلع من البيت ما أدري وين أروح، أروح عندنا في ممشى هناك، يقول أمشي
بالساعات، امشي بالساعات اسج ولا ادري وش اقول وانا، لكن الهمني الله اني اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا اخواني شيء عجيب، والله شيء عجيب. يقول سبحان الله تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بن كعب يوم قال: كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ أجعل لك ربعها نصفها، إلى أن قال: إذا أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. قلت بس أنا في هم ما يكفيني إلا الله. ثم بركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وصرت أصلي على النبي. قلت له: كم؟ قال: ما أدري كم، ما أدري كم. يعني أقول لك من بعد العصر أطلع ما أوقف إلا أصلي المغرب بأحد المساجد، وأكمل أصلي العشاء أكمل. والله يقول إن ما يردني غير أن تفتر رجولي، تفتر يعني تصبح غير قادرة على المشي، خلاص ما أدري كم مشيت ولا أدري كم صليت. يعني يقينا يقول بالآلاف، آلاف المرات وأنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أرجو من الله بركتها. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها بركة عظيمة، بركة عظيمة. ومن يعني أعظم بركاتها أن الله جل في علاه يصلي عليك. أنت إذا قلت اللهم صل وسلم على نبينا محمد مرة واحدة، صلى الله عليك بها 10 مرات. وصلاة الله جل في علاه عليك أنت يا العبد رحمات وبركات وأرزاق تتنزل عليك من الله، صلوات من الله عليك. يقول: فلزمتها السبت الأحد الاثنين، المهم إلى أن جاء موعد تسليم العهد، وخلاص انتهت. يعني ما عاد، حتى ما عاد في، حاولت أنا قد كلمت كم واحد قالوا والله ما عاد فيها مجال. يعني هذا جاء من المدير المدري وش هو، الشركة غير قادرة يعني. وهذا أمر يعني جرى على الكل. الشاهد يقول: رحت يوم الخميس للشركة، والله يقول ما أنسى، احنا تقريبا 30 مهندس. ويوم دخلت الشركة ويعني المهندسين موجودين والعالم كله خلاص مسلمون العهد. يقول: وجدت أحد الموظفين فسألته، قلت: المهندس فلان موجود؟ هذا مهندس كبير، مدير كبير يعني. قال: موجود، لكن ايش تبغى؟ قلت: بكلمه. قال: ترى صدقني ما ينفعك. قلت: معلش انا بكلمه، خليته ادخل عليه. قال لي: طيب ادخل. هذا المهندس سبحان الله يقول: يوم اني سجلت في الشركه قبل 5 سنوات هو اللي اجرى معي اللقاء، المقابله، المهندس اللي جوا ذا. يقول: واذكر اني من الكلام اللي دار بيني وبينه سالني، قال لي: عندك سؤال، عندك يعني استفسار؟ قلت: انا والله بستفسر بس عن الامان الوظيفي في الشركه هذه. قال لي: لا 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 تسأل، الأمان الوظيفي عالي وكذا، وبدأ يطمني وأعطاني وعود. فدخلت على المدير بعد ما استلمت من الشخص اللي برا، دخلت سلمت عليه، طبعا ما يعرفني. قلت له: طبعا معك المهندس فلان، وأنا من موظفينكم في الشركة، وجانا الآن يعني قرار فصل وكذا، وأنا ماني جاي أقول لك شيء. هو يعني انتظر إني أنا أقول له، يعني ترجاه ولا أطلب منه أن يعفو عني أو يتركني عنده في العمل أو كذا، يسمح لي بقيني. قلت: أنا ماني جاي أقول لك ولا شيء، بس أنا بذكرك بكلمة يمكن أنت نسيتها، لكن أنا ما نسيتها. قبل 5 سنوات سألتك وقلت لك كيف الأمان الوظيفي في الشركة، قلت لي الأمان الوظيفي عالي وكذا. وأنا اليوم ماني جاي أعاتبك، لكني أطلع يدي، يقول حط يدي في جيبي وطلع. قلت: لكن هذه كانت دعوة، أنا زواجي الخميس القادم، أنا على وعدك وعلى يعني سمعة الشركة، الخميس القادم زواجي. يقول: طالع فيه سبحان الله كذا والخلاصة، ألقى الله الرأفة والرحمة في قلب المدير هذا. قال لي: اسمع،
أنا بقول لك كلام بس لا يدري عنه مخلوق. طبعا بعد الفيديو هذا ما حد درى اكيد. لكن هو طبعا اسمه غير معروف، الشركه غير معروفه، لانه هو اصلا طلع معي في بث على التيك توك وقال قصه بنفسه يعني. ما هو انا. فقال له بس لا يدري عنه مخلوق، راح يجيك اتصال. قلت طيب لا تسلم العهد ولا شيء، خليك كذا انت وروح ويجيك اتصال. بس انت لو جاك عمل في الرياض، قلت لا في الرياض ما اقدر، انا في جده واهلي في جده ووالدتي وعندي ظروف ما اقدر. قال يا رجال الناس لو جاء في الخرخير الرجال تروح. قلت والله انا اعرف ان الرجال ما يعيب الشيء والرجال يستطيع، لكن انا عندي ظروف. قال خلاص يصير خير، روح روح. والله رحت وانا ما ادري ايش بيسوي الرجال وش يقول، ما ادري الا انه قال لي لا تسلم العهد. الله قال يومين او ثلاثه ويجيني اتصال، قالوا تجينا في فرعنا اللي في شارع كذا في جده. وجيت وقال لي خلاص انت تداوم ذا الفرع، ويعني لم يتم الاستغناء عنك، ويقول انتم عدد قليل يمكن 3 أو 4 بس اللي استثنوا من هذا القرار. لا اله الا الله. يقول والله ما احسبها الا من بركه صلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم، لاني احتسبت على الله ان يفرج بها همي. امشي يقول في الشوارع زي المجنون، ما قدر يصلي على النبي، ما قدر يصلي على النبي. هو قال 5 أيام 6 أيام، من الأحد الاثنين الخميس دخلت عنده. والله لا يعني لا واسطة ولا معرفة. وبعدين بإمكانه كان يعني يقول لي والله ما عليه صادق، لكن وش يسوي هذه الظروف، بيعترف الوضع الحالي. يعني هذا أمر يعني جرى على كل الناس، هذه جائحة عالمية مو علينا احنا بس. هذا عذر يعني عذر سمين، عذر الشركة عذر سمين ما في كلام. لكن يقول سبحان الله فرج الله عني بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول وقبل الزواج تقريبا يوم الاثنين او الثلاثاء اتصل علي، قال كلموك الاخوان؟ قلت والله كلموني وكذا. قال رحت الموقع الفلاني؟ قلت قال ارسل لي رقم حسابك. قلت لي ليش؟ قال معلش ارسل لي رقم حسابك، انا والله بغيت اجي احضر زواجك، وانا والله اني عزمت على حضور الزواج، الا اني سبحان الله جايتي بضات واشغال وكذا وما استطعت، لكن ارسل رقم حسابك. حاولت اعتذر لكن اصر. ارسلت له رقم حسابي ويحول لي عانيه اللي هي يعني اعانه للمقدم على الزواج وكذا. اخوان في المصريين يسمونها نقطه، وفي كل بلد يسمونها يعني باسم، احنا عندنا يسمونها عانيه. فيقول حول لي 20,000 ريال. الله أكبر. والله يقول كأنها 200,000، يعني وقعت في يد مستحق. فيقول أحمد الله وأثني عليه، والله إني عرفت الطريق، ونحن الطريق هذا كله نعرفه، لكن أنا يقول استشعرته وجربته، فحاب أنقل تجربتي للناس. عندك هم، عندك مشكلة، ترجو من الله كذا، عليك دين، ترجو الولد، أنت ترجين من الله الزوج الصالح، أنت ترجو من الله الوظيفة، أكثروا من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تكفى همك ويغفر ذنبك. أعظم ما يكون في الإنسان في الدنيا، يعني في الدنيا أعظم مطلب في الدنيا هو كفاية الهم، وأعظم مطلب في الآخرة هو غفران الذنوب. فأنت بصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الله هم الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم. نحن كلنا أخواني نعرف هذا الكلام، لكن سبحان الله نذكر بعضنا بعض، ونقل مثل هذه القصص وهذه التجارب تشحذ الهمم وتشد العزم. أسأل الله أن يستعملني وإياكم في طاعته. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.